بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معي اليوم أحد الأبطال من محافظة حساء، وبالتحديد من قرية الشقيق. سوف يكون له إن شاء الله دور فعال في هذه المسابقة، اللي هي مسابقة الدراجات ديكار، رالي دكار إن شاء الله. رالي ديكار إن شاء الله 2024. من هنا الأحساء بلد الإعجاز والإنجاز، تفتخر بأهلها، وأهلها يفتخرون بهم لدعمهم لأبطالهم. الله يعافيك. فاليوم نحن إن شاء الله نكون قد الثقة بإذن الله. إن شاء الله اليوم، ومن هذا المنطلق ندعوكم لدعم هذا الشخص الذي سوف يكون له شان قريب إن شاء الله. عرفنا على اسمك، وعرف الجمهور على هذا السباق الذي سوف يكون بعد أيام قليلة. مشكور بإذن الله. مرحبا ومسهلا، معكم الدراج السعودي عبد الحليم المغيرة، ممثل المملكة وممثل الأحساء. إن شاء الله مشارك السنة هذه في رالي دكار 2024، والسباق طبعا لمدة 14 يوم، بيكون بداية من العلا إلين الربع الخالي، والنهاية بتكون في ينبع. وإن شاء الله نكون قد الثقة إن شاء الله، ما نستغنى عن دعواتكم ودعمكم. مشكورين. سم ايش باقي؟ ممكن نعرف منك أعمالك اللي قمت بها قبل ما تشارك في هذه المشاركة في المباراة؟ الحمد لله، أنا عندي إنجازات ومشارك من 2019. هذه بعض من الدروع اللي شاركت فيها. عندك هذه رالي قطر، وهذا رالي جدة، وهذه رالي الأردن. طبعا هذا له قصة. سم أقربه. أبشر، هذول لهم قصة طبعا. هذول كانوا في رالي الأردن، في رالي الأردن 2021. أخذت المركز الثالث بدون تايري، بدون إطار خلفي. أي نعم، مشيت عليه حوالي 60 كيلو وحققنا المركز الثالث الحمد لله. مع العزيمة حق أكيد نعم. أكيد الإصرار والعزيمة. نعم. الله يحييك. طيب، وهذه الثانية اللي بيدك؟ هذه على الترتيب البطولة وعلى الترتيب العام. جميل. إيه، كانت هذه الدروع جميع. طبعا هذه رالي رالي القصيم، عفوا. هذه القصيم. إيه، رالي الشرقية. معلش، رالي الشرقية 2021. هذه من الشرق. هذه من الشرقية بايكرز، الله يعطيهم العافية. درع من عندهم. هذه من فريق العيون للسيارات الرياضية، الله يعطيهم العافية. هذا درع تكريم. هذه حايل، هذه في حايل المركز الثالث. هذه الشرقية، كانت حلبة موتوكروز، أخذت فيها المركز الثالث. هذه طبعا دبي، وهذه في الشرقية، وهذه في حايل. هذول طبعا الميداليات ما فوق يعني إذا ما حققت المركز الثالث، رابع خامس سادس، فتكون الدروع هذه تكون الميداليات، عفوا. طيب، سم الخوذة. أيوة. أي، ممكن تعطيني فكرة عنها؟ الخوذة هذه شركة الباين ستار معروفة. طيب، هذه لابد من كل متسابق يستخدمها؟ لازم كل متسابق يستخدمها. بعدين هذه لازم لها تاريخ سنتين بس.
تقدر تستخدمها في الراليات. اي نعم. طيب نبغى ناخذ نبذه عن دراجة، هذا الدراجة إن شاء الله اللي بشارك عليها رالي دكار. هذه اللي أشارك فيها المشاركات اللي الآن الفعالة، يعني في رالي بعد 20 يوم بيكون في القصيم، مشارك بهذه الدراجة إن شاء الله. آمين وياك يا رب. طيب شنو الاشياء اللي تختلف او تعطي فرق بين الدراجه هذه والدراجات العاديه؟ هذه دراجة، فطبعا هذه جهزناها تجهيز كامل عشان تصير نفس هذه، بما ان هذه سعرها جديدة ب160 ألف، أنا قاعد أجهز هذه تجهيز عشان أشارك راليات. فالحمد لله قدرنا كل مرة نجهز فيها التانكي الخلفي، التانكي الأمامي 15 لتر، الرود بوك اللي هو كتاب الطريق حق الرالي. طبعا هذيك يجي من الوكالة فيها كل شيء جاهز. يطلع لهم شيء. اي نعم، بس انا اقول لك ان هذا الفرق بين هذه وهذه. عرفت علي كيف؟ سعر هذه كم قلت؟ هذه سعرها جديدة 50 ألف، 60 ألف عفوا. نعم، مع الاضافات؟ مع الاضافات فوق ال100 طالع علي الحين. بس لما تشتري شيء يعني كمبلغ 160 ألف يعني شوي تصير حارة. لما انت شوي هذه 2000 5000 4000 شوي شوي. وانت تختار الشيء اللي تبي تحطه. اكيد ايه، لكن هذه الدراجة ككل جاهزة. ايه هذه ان شاء الله الرالي بايك 2021 موديلها، جاهزة من الوكالة، جاية كمحرك كماكينة كلها تانكي بنزين من هنا. هذه كلها توانكي بنزين، فيها ما يقارب ال 28 لتر بنزين، تودي فوق 300 كيلو وحول 300 كيلو. دراجة جاهزة ككل، جاهزة حق رالي، ما تحتاج أي إضافات. السرعة القانونية؟ السرعة القانونية 160. اي نعم. ما يلقوك ساهر؟ لا في الرالي لا طبعا ما نقدر نمشي يعني 140 الليمت المعقول يعني. هذه الدراجة طال عمرك مجهزة تجهيز حق رالي. طبعا هذه دراجة عادية. طبعا هذه دراجة KTM EXC، دراجة عادية. حنا اللي سوينا لها إضافات، اللي هو تانك البنزين هذا 5 لتر، هذا كان الأساسي الوكالة 9 لتر، خلينا 15. حطينا له كتاب الطريق اللي هو الرود بوك عشان نمشي على مسار الطريق في الرالي. هذا الكيلومتر جهزناها تجهيز كامل. عبد الحليم، هل هناك شركات داعمة لك؟ لا إلى حد الآن لا. رالي دكار باقي عليه شهرين، والله يجيب الرعاة والداعمين بإذن الله. دعمه يستحق الدعم، يستحق الدعم. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. لقائي مع والد البطل السعودي الوحيد المشارك في رالي دكار العالمي، عبد الحميد المغيرة ابن الأحساء بالتحديد من قرية الشقيق، ليعطينا كلمة بهذه المناسبة لابنه عبد الحميد. فليتفضل مشكورا. معك
المايك تفضل. شعوري طيب طبعا، والله يوفق ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. ختاما وليس ختاما، إن شاء أتمنى الله. لك التوفيق اللهم والنجاح آمين وإياك في يا هذا رب. السباق الذي تمثل به مملكتنا الغالية ومحافظتنا محافظة الأحساء التي تعتبر من المحافظات المبدعة ما بلا بلد شك. الإنجاز والإعجاز. والآن كلمة أخيرة توجهها للجميع على مستوى المملكة وعلى مستوى المحافظة. بداية أحب أشكر الاتحاد السعودي على إتاحتهم هذه الفرصة لتمثيل المملكة في السباقات العالمية مثل رالي داكار، وما لا نستغني عن دعمكم بما أن الرالي راح يكون رالي داكار في أنحاء المملكة، فأتمنى دعمكم، وإن شاء الله ما أنتم مقصرين في دعمي في هذا الحدث الكبير واللي له أساس في هذه الرياضة. تستحق الدعم ماديا ومعنويا. الله يبيض وجيهكم. لا تبخلون عنا، الله. رجل إن شاء الله سيكون له شأن بإذن الله بإذن الله نمثل في هذا المملكة السباق. بإذن الله، بما أني الدراج السعودي الوحيد اللي بيشارك في هذا الحدث اللي هو رالي داكار، فأتمنى إن شاء الله التوفيق ودعواتكم. إن شاء الله سوف تكون هذه الراية، أكيد بلا شك بلا شك، هذه الراية خفاقة إن شاء الله، خفاق الأخضر. نعم. يحمل النور شكرا لك، والمصفى. يعطيك العافية. الله خير يعافيك. من يمثلنا. الخير بوجهك. وأقولها وأردد وبكم نفتخر. وبكم نفتخر. شكرا لك. يعطيك الله العافية. يعافيك. السلامة. يظهر بلد وبلد من دون حدك نتحد. الحمد لله الحمد لله. هذا السعودي فوق فوق، هي فرق التوحيد فوق فوق العلالي والورود، المجد بالدايم يلود. هذا السعودي فوق فوق، في ظل كان قال مملكه سلمان والعز ادركه، والمجد دربه يسلكه. هذا السعودي فوق فوق، ما شاء الله تبارك الله. السعودي فوق فوق. الله اكبر فئة الأوريجينال أصعب الفئات، أنت السائق، أنت الملاح، أنت الصيانة، أنت كل شيء. ابو العزم ابو العزم، سلمان العزم، يقدم الخصم ويخزم. هذا السعودي فوق يا سيدي ورقة سنة. اي والله هذا منتظر. ومثل ما قال سمو ولي العهد طموحنا عنان السماء، وهذا اكبر شاهد. من اجدادنا ومورثه لاحفادنا، الموت يقلب بلادنا. هذا السعودي. لقائي مع والد البطل السعودي الوحيد المشارك في رالي دكار العالمي، عبد الحميد المغيرة ابن الأحساء بالتحديد من قرية الشقيق، ليعطينا كلمة بهذه المناسبة لابنه عبد الحميد. فليتفضل مشكورا، معك المايك تفضل. شعوري طيب طبعا، والله يوفق ان شاء الله، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. ختاما وليس ختاما، إن شاء أتمنى الله. لك التوفيق اللهم والنجاح آمين وإياك في يا هذا رب. السباق الذي تمثل به مملكتنا الغالية ومحافظتنا محافظة الأحساء التي تعتبر من المحافظات المبدعة ما بلا بلد شك. الإنجاز والإعجاز. والآن كلمة أخيرة توجهها للجميع على مستوى المملكة وعلى مستوى المحافظة. بداية أحب أشكر الاتحاد السعودي على إتاحتهم هذه الفرصة لتمثيل المملكة في السباقات العالمية
مثل رالي داكار، وما لا نستغني عن دعمكم بما أن الرالي راح يكون رالي داكار في أنحاء المملكة، فأتمنى دعمكم، وإن شاء الله ما أنتم مقصرين في دعمي في هذا الحدث الكبير واللي له أساس في هذه الرياضة. تستحق الدعم ماديا ومعنويا. الله يبيض وجيهكم. لا تبخلون عنا. الله. رجل إن شاء الله سيكون له شأن بإذن الله بإذن الله كبير نمثل في هذا المملكة السباق. بإذن الله. بما أني الدراج السعودي الوحيد اللي بيشارك في هذا الحدث اللي هو رالي داكار، فأتمنى إن شاء الله التوفيق ودعواتكم. إن شاء الله سوف تكون هذه الراية، أكيد بلا شك بلا شك. هذه الراية خفاقة إن شاء الله. خفاق الأخضر. نعم. يحمل النور شكرا لك، والمصفى. يعطيك العافية. الله خير يعافيك. من يمثلنا. الخير بوجهك. وأقولها وأردد وبكم نفتخر. وبكم نفتخر. شكرا لك. يعطيك الله العافية. يعافيك.